بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير انتوا كل حبايبكم. هعمل معاكم النهارده طريقه عمل مربى العنب الاحمر قدامكم بعد ما استوت وجازت اهيت وطعمها جميل وطعمها تحفه كده والله. ودي اسهل طريقه وابسط طريقه واسرع طريقه لعمل مربى العنب. مش هتاخد منك وقت خالص ولا اي تكاليف خالص. قدامكم بعد ما استوت وجربوها ان شاء الله تعجبكم. معايا عنب اهوت بقى احمر، حاولي تجيبيه احمر على قد ما تقدري تجيبيه احمر. جيبيه لو في اسمر هيبقى هيديكي نتيجه احسن من الاحمر كمان. العنب الاسمر هيديكي نتيجه احسن من الاحمر. ولو جبت احمر حاولي تجيبيه كله احمر. انا كان في شويه بيض كده خدتهم اكلناهم يعني عنب عادي كده. تمسكي بقى تغسليه، انا غسلته على ايد لسه وفرته اهوت. فرطيه كله من على ايده وشيلي اي حاجه فيه غريبه الحبايه المصححه الحلوه. شيلي اي حاجه فيه. وانا كمان غسلته بعد ما اتفرط لقيته مش نضيف قوي يعني كويس. بعد ما اتفرط غسلته تاني بعد ما اتفرط. تاخديه بقى تضربيه في الخلاط من غير اي ميه اهو. مفيش ميه خالص، بنضرب بسهوله، مش عايز ميه خالص اهو. بنضرب بسهوله ونعميه على قد ما تقدري تنعمي نعمي بقشره كله زي ما هو. بس نقي العنقود اللي فيه طلعيه ارميه يعني ونضفيه كويس. ولو واحده فسدانه ولا حاجه طلعيها برضو اهو. اغسليه كويس اهو قدامك اهوت. شوف بعد ما انضرب لازم تنعميه كويس عشان القشر بتاعه ما يبقاش بان. وانت بتضربيه بقشره وتسويه بقشره كله بقشره زي ما هو كده اهو. اهو انا معايا ده كيلو ونص عنب. حطيت عليه نص كيلو سكر عشان العنب ده حلاوته زايدة خالص. سكره زايد الأساس الطبيعي في السوق في العنب يعني. حطيه بقى على نار، أول نار كده عالية. أول ما يغلي توطي بقى عليه خالص أهو. شايفين؟ والرغوة دي أنا ما شلتهاش، هي راحت لوحديها. وانت عايزة تشيلها في الأول شيليها. أنا سهيت عليها يعني ما شلتهاش، هي راحت لوحدها زي ما انتوا شايفينه كده أهو. وهاتوها وجربوها هتعجبكم والله. وطعمها في منتهى الجمال ولونها في منتهى الجمال. وسهلة وبسيطة خالص وفي أسرع وقت بتعمليها اهو. تحط عليها بقى، حط عليها على الكيلو ونص تلات ليمونات متوسطين. ولو عندك ملح ليمون حط نص معلقة شاي ملح ليمون. يبقى ليمون، لو حطيت ليمون طازة حط 3 ليمونات متوسطين على الكيلو ونص. ونص كيلو سكر على الكيلو ونص عنب. نص كيلو سكر. تختبريها بقى استوت ازاي. بتحط شوية كده وبعد ما هي وتعملي صبعك فيهم كده ما بتجيش لبعضيها اهو. اول ما تلف ما هتلاقي لفت معاكي بس على نار هاديه عشان ما تلتسعش منك من تحت. تحط شويه في طبق كده وتعدي ايديكي فيهم كده ما جاتش لبعض يبقى كده هي خلاص استوت. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي اعملوا اشتراك في القناه واعملوا لايك اللي هو اعجاب واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. بعد ما استوت بتحطها بقى ببرطمات معقمه بتعقمها وتحطها في ميه سخنه وتعقميها وتحطها في التلاجة عشان دي معموله بليمون يعني ما عايزه تتاكل بسرعه يعني اهي قدامك اهي. وطعمها في منتهى الجمال. تاكلها بقشطه بقى بزبادي كده زي ما انتوا عايزين يعني تاكلوها. كل عايزين تاكلوها كده عادي يعني في سندوتشات عادي من غير اي حاجه او بقشطه تاكليها اهي. وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. وحاجه موجوده في البيت تعملها سندوتشات للاولاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.